هو انا ازاي ما كنتش فاهم معنى الايه دي؟ ربنا لما قال لنا في القران لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، اختصر لنا الطريق وريحنا من هم كلنا شايلينه على كتافنا واحنا مش حاسين. يعني ربنا بيقول لنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني ما تحزنش وتموت نفسك من الحزن على حاجه ضاعت منك خلاص، سواء خسرت فرصه، شخص، رزق، نجاح، حاجات كبيره ضاعت منك، ما تقتلش نفسك بالحسره عليها وكأن الدنيا انتهت وتقعد تقول لو كانت، لو كنت ذاكرت، لو كنت عملت، لو كنت سويت، وتفتح باب كبير للشيطان في حياتك، فما تعرفش تطلع من الماضي وتفضل عايش في كآبته وهمه وحزنه، وتنسى انك المفروض تتعلم من الماضي ده وتصحح منه علشان المستقبل بتاعك. دي نقطة. ولا تفرحوا بما آتاكم، ربنا بيقول لنا في الآية دي انك ما تفرحش فرح غرور ينسيك ان الخير اللي جالك ده كله من فضل ربنا عليك ممكن يتغير في لحظة. واحد بقى دماغه كبيرة هيطلع لي ويقول لي في التعليقات يعني الواحد يعيش من غير مشاعر، لا يفرح ولا يحزن، هل ده معقول؟ ومين قال لك كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفرح ويحزن ويبكي. سيدنا يعقوب فقد بصره من الحزن على سيدنا يوسف، ولكن على الرغم من كده كان قلبهم متعلق بربنا سبحانه وتعالى مش بالدنيا. فربنا بيقول لنا في الآية دي ان احنا ما نحزنش الحزن اللي يحطمنا، وما نفرحش الفرح اللي يعمينا ويخلينا ننسى نفسنا. والحاجة اللي لازم تعرفها وتتأكد منها وتراجع نفسك فيها كل يوم، ان الدنيا دي ما تستحقش انك تعيش كل يوم حزين على اللي فاتك فيها، ولا انك تطير فرح وغرور باللي جالك منه. استفدت حاجة ولا لا؟